مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سعيد بلقياكم في هذه النشرات الإخبارية، وهذا أبرز عنوانها. الزيادة في الأسعار تربك المغاربة مع اقتراب شهر الصيام. قبل ما نبدأ في تفاصيل النشرة الإخبارية، ما تنساوش ديروا جيم الفيديو، تشاركوا في القناة باش توصلوا بكل جديد قناة أخبار المغرب اليوم، وإليكم التفاصيل. أسابيع قليلة قبل حلول شهر رمضان، ما زالت انتظارات المواطنين قائمة بشأن خفض الأسعار في فترة تشهد ذروة استهلاكية كبيرة لدى المغاربة. ورغم الطمأنة الحكومية التي يبثها الوزراء بشأن استقرار الأسعار قبل دخول رمضان، إلا أن مهنيين لا يستبعدون بقاء بعض المنتوجات في مستويات مرتفعة، خاصة مع ارتفاع الطلب في شهر الصيام الطماطم مثلا. ومن المرتقب أن يكون ارتفاع الأسعار الحالي عاملا حاسما في قفة المغاربة لشهر رمضان الذي يتسم بكثرة الطلب وقلة العرض، مع استفحال ممارسات غير مقبولة مثل المضاربة والاحتكار. كان معكم مذيع قناة أخبار المغرب اليوم، دمتم في رعاية الله وحفظه.